الفنانة الشابة نيرفان صابر واللي قدمت دور متميز في مسلسل الشك شهر رمضان اللي فات وقدرت تحقق نجاح جماهيري من خلال الدور اللي قدمته. قالت ان تم عرض اعمال كتيرة جدا عليها السنة دي لكن هي رفضتهم جميعا. قالت لان هي شايفة الاعمال اللي عرضت عليها ما فيهاش اي نوع من التجديد، وقالت ان هي دايما بتسعى الى الافضل وكمان دايما بتسعى ان هي تقدم كل ما هو جديد. تعالوا نشوف في لقائنا الجاي لقائنا بالفنانة الشابة نيرفان صابر عشان تكلمنا أكتر عن الأعمال اللي المفترض هتقدمها الفترة الجاية، وكمان تعالوا نشوف إزاي بتمشي في خطوات ثابتة في المجال الفني. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. اتعرض عليا مسلسل مع نجم كبير، يعني لا داعي لذكر الاسماء. انا حسيته مشابه كتير قوي للشك السنه اللي فاتت. ما حبيتش ان انا اكرر نفسي تاني، حبيت ان انا اعمل حاجه مختلفه وتكون جديده، ولازم يعني الفنان يبقى متنوع في الحاجات. الشك ايه ده مسلسل بكواليسه بالورق بتاعه بالكاستنج كله، انا كنت حباه جدا. كان يعني يعتبر اول دور رئيسي ليا، و يعني عملت فيه دور كويس. الحمد لله ربنا كرمني فيه مع استاذ محمد عبد الحافظ، كنت طالعه زوبه مراته. كان اخراج استاذ محمد النقلي، وكان انتاج عرب سكرين استاذ محمود شميس. كان الترشيح جاي من استاذ محمود شميس مع استاذ احمد ابو زيد المؤلف، لان انا كنت عملت ادم قبل كده معاهم قبلها بسنتين، فالتمثيلي عجبهم الحمد لله فرشحوني للشك. يعني كان دور بلدي هو طبعا يعني اكتر حاجه الناس بتعلق عليها ان شكلي مختلف تماما عن الدور، لان انا كنت بعمل دور شعبي جدا، رقاصه اسمها زوبه. يعني الموضوع مختلف تماما عن شخصيتي وعن شكلي في الطبيعي. فكان كل الناس بتقولي ازاي عملتي ده، يعني ان انت يبقى شكلك كده وتعملي حاجه مختلفه تماما عن شخصيتك. فهو كان البلوف هنا. ما حبيتش اكرر نفسي تاني، يعني عايزه اعمل حاجه مختلفه. كمان ان انا يعني الحمد لله ربنا مديني موهبه، فانا عايزه اثقلها بالتمثيل. خدت كورس تمثيل قبل كده، خدت كورس السنه دي جديد. بحضر ان شاء الله، لان انا طالعه USA. هعمل كورس هناك ليونيفرسال ستوديوز، عاملين حاجات كورسات تمثيل تخرج من عندهم تاخد شهاده. فانا حابه اعمل ده، لان كمان حابه اوصل للعالميه، لان كمان انا كمان اخويا كمان اوريدي بيدرس في نيويورك فيلم اكاديمي هناك، و نادر رمزي اخويا كان عمل مسلسل لوست الامريكي.